انت بسألك انت وين تشوف نفسك عقب 5 سنوات؟ اي انا بعد 5 سنوات ان شاء الله. انت عقب نص ساعه ما وين بشوفك. ان شاء الله انا بعد 5 سنوات راح اترك بصمه في شركات. انت اذا حصلت بصمه عند الباب اري وجهي انا. كنا البخت هذه ناتج نجم المسرح. نجم المسرح كان انا هاي امنيه من امنياتي نسويها في الديره، والحمد لله استاذ حسن السكافي وسلوى الجراش والربع كلهم لما انحطت هالفكره انا اكثر واحد كنت مستانس، لان مثل احنا كنا نحتاج هالفرصه من زمان ان في اكتشاف مواهب وتحصل مواهب، لان في الديره في مواهب وايد، فانك تكون سبب ان انت تطلع هالمواهب شيء وايد حلو. فنتاجي طلعت هاي المسرحيه كأنها البخت عشان نعطي فرص اكبر الى الشباب البحريني، والحمد لله كتجربه اولى كانت جدا ناجحه. استطعنا فيها من خلالها تقديم عمل مسرحيه كأنها البخت واللي لاقت نجاح كبير ولله الحمد. طبعا في البدايه جاني مسج زين طاب تقديم لنجم المسرح اللي حاب يقدم ككوادر فنيه مثلا او ممثلين ويبون نجوم، فكان الموضوع جدا جميل فقدمت. رحلة كانت أسميها، ما كانت تجربة. هي بدأت يمكن شهر 12 بدينا، الحين احنا داشين شهر 4، بس ال4 شهور هذه أنا حسيت ترى كأنه عمر طويل. يعني صدق اللي يشتغل في المسرح أو بشكل عام أنا أعتقد اللي يشتغل في شيء هو يحب يستمتع فيه يحس إنه هو عايش عمره الطويل. كان في بالي إن أنا أبي أحفظ صم، أبي أسمع صم، أبي أعطي الجواب إن الدور كامل ما أنسى ولا كلمة، فهالشي كان مخليني متوترة. لا شغف كبير، يعني شغف متفجر يعني داخلي، يعني يمكن هدوء هاي بس داخلي عواصف للمسرح، يعني حب كبير للمسرح. الممثلين اللي موجودين معانا هم مثل ما يقولون الحصيلة اللي احنا خذيناها من برنامج نجم المسرح، وكانوا جدا موهوبين. أنا وايد يعني حسيت بفخر، حسيت بشعور وايد حلو. 280 شخص سجل إلى برنامج نجم المسرح الموسم الأول، واخترنا منهم طبعا 10، وبعدين اخترنا منهم 6 شاركوا في مسرحية الأهواء كأنها البخت. ومبلغ مثل 350,000 دينار في الشهر، مبلغ يعني يا دوب ممكن يخليك تقدر تفتح بيت خالي أنا أول مرة أسمع هالمبلغ. شيء ممتع إن أنت قاعد تضيف لناس وفي نفس الوقت تضيف لنفسك شيء جديد، تتعلم ترى أنت منهم، تتعلم شيء جديد. في كل مكان أنا جاهز، يعني جاء شيء مفاجئ، يعني قال لي سيدة جي حسن السكافي قال لي حسين مسعود أنت بتمثل، قلت له تم، بس ما قلت له شيء ثاني، يعني ما ترددت. وتجربة حلوة، يعني خلنا نقول اسلوبها جديد علي، استفدت منها. شبه بالحلم ان الواحد يطالع قدام داخل عقله يقول انا هل في يوم من الايام بركب على خشبة المسرح اصير ممثل بأدي نفس ما ذلين الجروب يعدون. فكل هذا اللي تخيلته طبعا صار عقب ما تقدمنا الى نجم المسرح وقابلونا وصرنا في ورشة عمل مع الأستاذ حسن السكافي. طبعا هذا تغيير جذري في حياتي أنا شخصيا صار. صراحة البروفات شوي تعبت نفسيا فيها، ووايد مرات حسيت بالفشل وكنت أتضايق، كنت أحس إني ما بقدر وإنه شكلي ما بعدي وإنه ما قاعدة أسوي زين. بس مع الوقت يعني صرت أحسن، وتعاملهم والناس اللي وياي كانوا يعطوني طاقة إنه أنا يلا تقدرين ترى. تعلمت أشياء جديدة صراحة، منها شلون ندخل شخصيات، منها شلون نكون أقرب للجمهور من ناحية سرد قصة من خلال الشخصيات اللي قاعدين ندخلها. يمكن لما أنا أقول بروفا أي شخص يفكر إن البروفا تكون بروفا عادية، إنه يجون ناس ويسوون بروفا لأي مسرحية أو لأي عمل، بس هي ما كانت عادية. كنا كل يوم نحس بإحساس إن إحنا ترى بكرة بنعرض أو إن إحنا على المسرح أساساً. أطالع وش السالفة، مو فاهم لأن أول مرة عقب الصوت مخارج الحروف
قمت أتعلم في الدور. بالنسبة لي البروفات كانت دورة تعلم أكثر من إنه أنا كنت قاعد أجهز نفسي حق مسرحية. فأول أسبوعين 3 كانت وايد صعبة. بداية واجهتني صعوبات في تقبل ده الأسلوب هذا المسرحي، بس بعدين لا يعني هضمته وحبيته. أحلى أحس راكب علي وأنا ألعب كاركترات. لن نشعر بأنه عمل غير جماهيري أو أن أي شخص يحجز في العمل ما راح يشعر أنه جاي يشوف عمل نتاج ورش أو عمل شباب مبتدئين. بالعكس راح يستمتع بالعرض، وهذا اللي حصل في مسرحية كأن البخت. يعني مال اللحم إعادة. بس خلاص يا ولد، الله يعينكم، لا شغلكم باين وتعبكم واضح. طبعا أنا يعني لا يخفى عليك أستاذ، أنا اليوم ما حضرت كل البروفات إلا اللهم مشاهدي، لكن يوم شفت المسرحية كامل أعتقد الجمهور كله شاف أن جعفر السري قام يصيح، لأنه قاعد أعيش واقع حال. ليه قبل ما عرض ثانيتين وأنا داش سمعت الجمهور اللي يحكي كنا البخت والشباب وإحنا معاهم، صراحة أجواء طيبة، والحمد لله اكتشفت أن لا والله الجمهور البحريني آمن بالشباب الجديدة. من البروفات الشباب الجديدة كانوا يعني مقاتلين إنهم يطلعون بصورة زينة. مهم إن احنا نكون هناك تناغم فوق المسرح بين الممثلين النجوم وبين الممثلين الجدد. يجب أن لا يكون هناك جاب كبير أو يعني فارق كبير بين الممثلين اللي جدد داخلين في العمل وبين النجوم اللي هم أساسا مشتغلين من قبل. فكان دورنا مع الشباب إن احنا شلون نقلص هاي الفجوة وشلون نركز على أداء الممثلين. وهاي الدمج عطى طاقات حلوة أكثر، يعني ما شاء الله، يعني الطاقة الجديدة قاعدة تتعلم من طاقات عندها خبرة وعندها إمكانيات وعندها حضور مسرحي من زمان الناس شهدت عليه. ومو شيء بسيط إنك تأخذ ثقة الجمهور من أول ظهور، هذه يمكن أصعب مرحلة إحنا فكرنا فيها وكنا نحاتيها أساساً أول ما عرضت علينا نصوص مسرحية. كان توتر إن أنا في ناس بيجون يطالعونك، أنا أبي ناس يستمتعون، أبي ناس يحبوني، لأن إذا نزلت صعب إنك تطلع، بس إذا طلعت أسهل إنك تروح فوق. يعني أول ما دشيت المسرح، من زمان ما دشيت مسرح، يعني من قبل الكورونا ما دشيت مسرح زين. كمسرحية يعني جماهيرية، أول كلمة قلتها في الكالوس وأنا داش هني بغيت أصيح، يعني ما أدري بس مالكت نفسي، يعني هذا حسيت يعني رجعت الحياة. شعوري في أول عرض بعد ما بدينا نشتغل كان في ممزوج بالفرح والخوف. تصدق إذا قلت لك إن أنا كنت الوحيدة، الشباب كانوا موجودين قبل العرض، البسام والساري وخليل وحتى الممثلين كلهم كانوا خايفين. تعرفون شنو قلت لهم؟ قلت لهم هذه المسرحية بتنجح وبيكون لها صدى كاسم. سبحان الله، أول دشة لا الجمهور حاب المسرحية، وهني خلاص هني طاح الثلج كله، وهني رفعت راسي قلت الحمد لله أن أنا كنت واحد من أفراد هذا العمل حتى لو كان بسيط، لكن صراحة عمل إخراجيا، ممثلين شباب، سلوى، ساري، البسام، خليل مطوع، فعلا عمل مرتب. ويمكن حتى بشو قال كان زين احنا دشينا ذي العمل. الكل كان يشوف العمل يقول لا هي بس سكيتش شيء بسيط، لكن يوم شفنا على أرض الواقع لا، يعني كنا البخت كانت قنبلة من قنابل جروب ما في سكراب. كانت تجربة حلوة، أنا بالنسبة لي تجربة حلوة، إنك يعني خاصة عقب ما تشوفهم فوق الخشبة وخلاص بدأوا إن صار العرض، أنت تطالع تقول إن إحنا الحمد لله سوينا إنجاز من أول أيام البروفات لين ما صار عرض، فتحس إن أنت سويت شيء كبير، يعني شيء عود. وايد يهتمون، إذا فيك شيء تعال كلمنا، عندك شيء تبي تقوله في المسرحية كلمنا إحنا، يعني وايد أشياء. حسيت إن فعلا إني ضمن عائلة، كان في تماسك، كان في ترابط، كان في تفهم، كان في أيضا روح الإبداع لكل شخص كان مسموح نقدمه.
كنت أحاول قد ما أقدر إن أنا أزرع الثقة في نفسهم وأشيل منهم الخوف. يعني أنا أحب أعضاء مافيا سكراب كل اللي تعاملت معاهم، من الكبار للصغار ولين نجوم المسرح اللي دخلوا معاي. يعني الأمانة أنا أحس بحب عائلي بالموضوع. ما في حد يحسد الثاني، كل واحد يحاول يدفع الثاني، يعني من كبير لصغير ما في أحد يتكبر على الثاني. واجد طاقة إيجابية عندكم، واجد وهاي اللي عجبني في الجروب. لما يكون في يوم ما في بروفا أو ما نروح وكذي أحس إني فاقدتهم. في احترام متبادل بين الكل، في حب، في عطاء. لما أي شخص، أنا شخصيا تعرضت للكثير من النكسات، من هالاكتئاب، من هالخوف، من أحيانا أفكر عندي مشكلة، الكل كان موجود. لو بتلف عيونك في الجروب كلها وبتوقف على أي شخص في الجروب يساعدك لو بالكلام. بالنسبة لي موقف واحد يعني مع حسن سكافي، قال لي إن أنا أثق فيك وأنا أؤمن فيك. فهالجملة بالنسبة لي كانت وايد مؤثرة، إن ما تسمع هالجملة برا من داخل البيت، ولا يمكن ربعك يقولون لك I believe in you، بس بالنهاية هم ربعك لازم بيرفعوا لك لو مهما صار. بس إن الكلمة تي من واحد ما تعرفه يقول لك I believe in you وغير إنك مسوي زين كذي، بالنسبة لي كانت وايد مؤثرة. يعني هناك حرص كبير من جميع الطاقم، يعني من الناحية الإعلامية أو الديكور أو الملابس أو المكياج وما شاكل، جميع طاقم العمل أن يحرص بأن لا يكون هناك فارق كبير مع العملين، طريقة فنية وإنتاجية. بالطبع العمل الأول مالنا إلى ميزة أخرى بحكم هو العمل الأساسي وبحكم الخبرات الكبيرة الموجودة فيه، فهي شيء طبيعي جدا. ولكن أتكلم بأمور الفنية، الأمور الإعلانية والإعلامية وما شكل ذلك. كل ممثل يتميز بشيء، كل ممثل فيهم، وحلو إن عندهم ثقة بنفسهم. الثقة وايد مهمة. احنا جايين نقدم جودة. تعرف شنو هذه الجودة؟ الجودة هذه تحتاج جهد، زين، تحتاج شخص يتعب، شخص يسعى. فهذا أكثر شيء أو أكثر موقف خلاني أصير بين نارين، إن هل أستمر؟ هل أنا قد هذا الشيء؟ ممثلين محترفين، يعني شوف هذول مبتدئين لكن شغلهم صار احترافي حلو جميل. الكل قام يشيد بهذا العمل، قصة جميلة، نهاية حزينة في النص كوميديا، نهاية حزينة يعني ضحكنا وبكينا الجمهور. فالكل يثني على هذا العمل جدا جدا جدا، عمل راقي وحليو، وأتمنى ينعرض في المستقبل بعد. في تطور من ناحية الوقفة على المسرح، الحضور، الجو، حتى التعاون، فريق التعاون، هاي الإحساس الروح بدأت عندي تنمو أكثر لما دخلت مع مافيا سكراب. برنامج نجم المسرح برنامج جدا مهم، المفروض أنه يكون أساسا سنويا موجود هاي البرنامج، ويكون له دعم كبير، لأن في فنانين، في مواهب، ما بقول فنانين، مواهب بس ناطرة خطوة واحدة بس أو أحد بس يمد لها اليد وبتنصدم المواهب اللي عندهم. تحس إنك سويت شيء، يعني مثل المدرس اللي يدرس في الصف، اللي يدرس الطلبة بالأحرى سواء في مدرسة أو جامعة أو دي، يشعر بالسعادة لما يشوف ذيل اللي درسهم وصلوا وصاروا مثلا مدرسين أو صاروا دكاترة أو صاروا فشيء ممتع. إن نخلق فرص للشباب جديدة، إن أنا أحاول إن العقبات اللي إحنا استطعنا نتجاوزها نحاول نساعد الآخرين أن يتجاوزون هذه العقبات. اللي اليوم أنا عليه كنت أفكر فيه أمس أبغى أكون اليوم عليه، ووصلت له قبل الوقت اللي كنت حاطنه طبعا، بس هذا حلم من أحلامي اللي أنا اليوم عليه. لما وصلت له صار ضعيف، فشفت أحلام ثانية بعد، شغف ثاني. طبعا ما أدري وين راح أكون، بس بالاستمرارية إن شاء الله أكيد راح أكون في مكان أفضل. كشباب نقدم من طاقتنا أكثر في الجانب الاجتماعي، الجانب الكوميدي، في جانب التمثيل، نقوي هذا الجانب الموجود في البحرين كطاقة شبابية جديدة. إن شاء الله نكون
قدوة للطاقات الجاية، ونكون عند حسن ظن الجميع، ونعيش تجارب إن شاء الله مميزة مع مافيا سكراب. وجدا أنا فخور أني صرت محسوب على مافيا سكراب، اللي أنا أشوف وجهة نظري أكثر مكان اشتغلت فيه في احترافية في الشغل. عالية اللي كانت موجودة في تجربة الأداء مو نفسها عالية اللي كانت موجودة هنا. أحس اللي كانت موجودة هناك ياهل، واللي الحين كبرت أكثر. لحظة من اللحظات قد تتعب، فيك أفكار إنك أنت خلاص ما تعيد التجربة مرة أخرى. ولكن لما تنتهي من التجربة وتشوف النتائج، وتشوف ردات الفعل، وتشوف وتسمع كلام الناس اللي شاركت في العمل، إن أنت اليوم استطعت أن تخلق فرص جديدة، استطعت أن تعطي مجال إلى ظهور وجوه جديدة، واستطاعوا أنهم يقدمون عمل جيد جدا. فأنا أتوقع أن هذا يخلي علينا مسؤولية أن احنا اليوم نواصل ببرنامج نجم المسرح، ونرجع ببرنامج نجم المسرح بشكل أكبر.